قضت محكمة مغربية الثلاثاء بالسجن 5 أعوام في حق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، محمد بودريقة، في قضية نصب وتزوير وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس بريس. ويحاكم بودريقة 44 عاما، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان أبريل بتهم نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيد، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف. وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الثلاثاء بإدانته بالسجن 5 أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم، حوالي 656 ألف دولار، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي. ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط فبراير 2024. كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023 بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. الله اطلق سراح كل مسجون، والسلام عليكم ورحمة الله.